مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة بايثون بالعربي. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة وهي التوبلز أو الترتيبة. يعني إيه توبل؟ هي نوع من أنواع البيانات بتخزن مجموعة من العناصر، لكن الفرق بينها وبين الليست إنها غير قابلة للتغيير. تعال نشوف مثال عليها. أول حاجة بنستخدمه التوبل ديت في الإحداثيات عشان ما بتتغيرش كتير. أول حاجة الكوردينات بيساوي، وبتكون ما بين أقواس عادية خالص 10 و20. الوصول للعناصر بيكون بالفهرس، يعني بنوصل للعناصر اللي جواها ده بطريقة الفهرس. مثلا لو عايز أقول العنصر الأولاني هو إكس والعنصر التاني هو إيه؟ واي، يبقى برنت إكس ويساوي مثلا كده، وأقول كوردينات 0 عشان أوصل للعنصر الأول. وبرضه نحاول نفس الحكاية في الواي وأقول له كوردينات الواحد. تعالى نطبعه كده، شوف هيقول الإكس ب10 والواي ب20. تمام. وبرضه ممكن طريقة تانية لكتابة التوبل من غير أقواس عادي، وبايثون هتعرفها اللي هي توبل برضه. تعالى برضه لو نشوفه ده نشوفه نوعها ايه. لو قلت له الكوردينات 7 و8 وقلت له نوع الكوردينات هنا يكون ايه عشان نشوفه، هيقول لي توبل. تمام. برضه بنستخدمه فور في التوبل للعرض. مثلا اقول له colors واقول له مثلا عندنا جواها العناصر ريد وجرين وبلو. برضه فور color in colors وبرنت الكالر. تمام. بقول له مر لي على كل عنصر وعنصر في التوبل ديت وطبعهم. تمام. طبعهم لكلك اهو عادي خالص. برضو ممكن نستخدمه اف عشان نشوفوه حاجات موجوده ولا مش موجوده. تمام. برضو اقول له colors واقول له برضو العناصر تحت ريد وجرين وبلو. اف لو الريد موجود في الكالرز اللي هو التوبل ديت قول لي يس، لو مش موجود قول لي نو. تعال نشوفه كده، هيقول لي يس. لو قلت حاجه تانية، لو قلت حاجة تانية مثلا هيقول لي نو. تمام. وديت كل حاجة يعتبر على التوبل، ما فيهاش دوال كتير ولا اي حاجة خالص، عشان ما ينفعش نعدله عليه ولا نعرف نحذفهم ولا نعرف نعمل اي حاجة فيه. ودي كان شرح كل حاجة عن التوبل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.